اتفضلي. انت قصدي حضرتك؟ ايوه انا. شكرا. العفو على ايه، انا ما عملتش حاجه، ده الواجب. ازيك يا استاذ يوسف؟ الحمد لله، وانتي؟ الحمد لله. معلش، كان الاسم ايه؟ اماني. انا اسمي اماني. تشرفنا. طيب سلام بقى عشان ما اعطلكوش، خدوا بالكم على نفسكم. باي. تاليا، تاليا، انتي نمتي؟ ها؟ لا، ده الموضوع كبير. تعالي يا اختي تعالي. قصدك ايه؟ يعني ما تعرفيش قصدي ايه؟ لا مش فاهمه قصدك ايه. بصي بقى علشان تبقي في الصورة. الجدع الحليوة ده شكله كده والله اعلم مهتم بيكي بزيادة، وممكن يكون معجب بيكي كمان. يا نهار اسود ومهبب. ليه؟ ليه يا حبيبتي اسود ومهبب؟ هببتي اليوم ليه؟ بصي انت بتبالغي اكيد، احنا اساسا لسه شايفين بعض من يوم. هو كان لحق. ده على اساس انك مش معجبة بيه يعني؟ لا 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 طبعا. والله؟ والله. طيب نعديها المرة دي، يلا نرجع على البيت. يلا. يعني ما عملتش حاجة؟ وانا لحقت. صاحبتها دي جريئة قوي، متخافش من حد بنت هي عجبتك ولا ايه؟ ايه؟ لا طبعا، انا بس بقولك اللي حصل. جميلة شافت اللي عملته فيك وعامل فيها جامد، وفي الاخر واحدة زي دي اتمرمط بكرامتك الارض. والله لو اوريها وهتشوفي. هنشوف يا اخويا. ابقي خدي بالك من شنطتك بعد كده، يمكن ما كنتش موجود عشان اجيبها لك. ولازم تتعلمي تدافعي عن نفسك وعن حاجتك. ما ينفعش صاحبتك تفضل ماشيه معاكي بادي جارد. اتعلمي تعتمدي على نفسك. انا بعتلك مع رساله صورتين، اول واحده فيها قايمه باسامي مدربين كاراتيه وتايكوندو ويوجا كمان ومواعيدهم، اختاري اللي يناسبك. الصوره التانيه الكارت بتاعي. عارف انك مستغربه وممكن تقولي مين الحشري ده، بس انا بقول كده لمصلحتك، وما كانش ينفع اتصل واقول كده عشان هتقفلي في وش السكه ويبقى عندك حق. بس انا والله مش بعاكس، انا بس نفسي تبطلي الانطوائيه والانعزال اللي انت فيه ده. امضاء يوسف، المعيد المتطفل. ايه الراجل الغريب ده؟ هو عايز مني ايه؟ انا هتصل بامان. الو، مين معايا؟ معقول مش عارفه صوتي؟ لا، ولو ما قلتش انت مين هقفل السكه. انا حازم. حازم مين؟ حازم اللي كل ما تشوفيه تتضايقي وتتعصبي، مش عارف ليه. انت مين بالظبط؟ انا اللي دلقت عليه العصير النهارده وسط الناس. انت عايز مني ايه بالظبط؟ اسمع بقى، انا مش من نوع نتعرف ونتصاحب وكده، مش سكتي، فيا ريت ما تتصلش تاني وامسح رقمي، يا اما هعملك بلوك ومن غير سلام. يا بنت غريبة وجريئة ومزة صحيح، لسانها طويل بس مختلفة الصراحة. أول مرة ألاقي الصنف ده، الصنف المتوحش من بره بس رقيق من جوه. بس أنا مش هسيبها غير لما تغير الفكرة الزبالة اللي واخداها عني دي. لازم. الحقيني. في ايه مالك؟ وقصت تاليا على أماني ما جاء في رسالة يوسف. الله عليك يا محطمة قلوب المتطفلين القمر. على فكره انا هعمل ولا كاني شفت رساله بس. طب اتعلمي الكاراتيه وهتعلم معاكي عشان اكسر دماغ السامج التاني. قصدك مين؟ وقصت أماني على تاليا مكالمة حازم السمجة. سيبك منه واعملي له بلوك، بس ممكن ينطلك في كل حته. ما هو انا عشان كده هتعلم الكاراتيه عشان اعلم عليه. طيب هشوف الموضوع ده. واوعي تعملي له بلوك بالله عليكي. ماشي، بس عشان ما بحبش المشاكل مش عشان حاجه تانية.
مفهوم يا باشا. كانت تاليا ترتدي تي شيرت أحمر اللون وجيبة بيضاء اللون طويلة تصل إلى الأرض، بها ورود حمراء صغيرة وحذاء أحمر بكعب، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها. وحينما وصل لقاعة المحاضرات وجلس، دخلت باكينام وهي ترتدي تي شيرت كان وردي وجيبة قصيرة وحذاء بكعب ومساحيق تجميل، وبشعرها تسريحة أنيقة. وبعدها دخل حازم المدرج وابتسم لأماني، فنظرت له باحتقار وأشاحت بوجهها، فجلس بجانبها ولكن مبتعدة قليلا وتنظر له شذرا، فقال بمرح: ايه، ما انا بعيد اهو. كادت تتحدث ولكن قطعها دخول يوسف، الذي حينما رأته تاليا ارتبكت ونظرت للجهة المقابلة. وبعد انتهاء المحاضرة: ازيكم يا بنات؟ الحمد لله. مالك يا امان؟ مفيش، الأكسجين خلص بس. يلا يا تاليا نخرج في حتة فيها هوا. يلا. بقولك ايه، ما تروحي تجيبي اكل. ليه؟ ما انت دايما بتجيبي انت. تعبت من المشي رايح جاي. روحي مرة بقى، خليكي جدعة. يلا يا قمر، ما تقطعيش برزقك. بخ. الله يخرب بيتك يا شيخ، منك لله. طب ما انت بتتخضي اهو، ده انا كنت فاكرك ما بتحسيش. احترم نفسك ولم لسانك، ويا ريت تمشي من قدامي دلوقتي. ولو ما مشيتش هتعملي ايه؟ همشي انا. يخرب بيتك، حتى وانت متعصبه مزه. أنا آسف على إني تطفلت على حياتك امبارح بالرسالة، بس نفسي تعملي بنصيحتي. مفيش مشكلة، ما اتضايقتش بالعكس، هعمل بنصيحة حضرتك. بجد؟ أيوة، وعلى فكرة حضرتك طيب قوي. وانت كمان طيبة قوي ولطيفة ومحترمة وجميلة. ميرسي. ثم أخذت الشطائر والعصير بسرعة وذهبت بخجل لتجد أماني تنهض من مقعدها وتذهب لتلحق بها، وكل شخص ينظر لفاتنته التي سحرته وهو مبتسم. ايه اللي حصل؟ كائن مستفز وما عندوش دم. بالعكس، ده لطيف قوي. هو مين ده؟ أستاذ يوسف. الله، اظهر وبان عليك الأمان. قصدك ايه؟ الحب والسهواكة يا واد انت يا شقي. بطلي الكلام ده. ليه بتتكسفي يا بيضة؟ طب أنا هروح الحمام. ذهبت بخجل وتناست ذلك الوقح الذي يظهر لها في كل مكان حتى في الهاتف. ذهب واشترك في نادي ودخل قسم لتعليم الكاراتيه واشترك فيه، وبدأ التدريب، وبدأ الكابتن يدربهم على الكاراتيه. وكانت تاليا تخطئ كثيرا في التدريب من خوفها الشديد، ولكن أماني كانت تساعدها. جدع. شكرا. هروح اجيب اكل، اجيب لكم معايا؟ لو مش هنتعبك. على اخر الزمن بيوزعني، بس مش مهم، هتقرطس عشانك بمزاجي. مفيش تعب ولا حاجة. باي. عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. وحشتيني. أفندم؟ قصدي وحشتينا كلنا يعني، عشان ما جيتيش امبارح الكلية. انتي غبتي ليه؟ ماما كانت تعبانة شوية وكنت لازم أقعد جنبها. سلامتها ألف سلامة. عندها ايه؟ إرهاق بس من تنظيف الفيلا. طب ما تجيبوا حد يساعدها، شغالة مثلا، وسيبوها ترتاح. ماما ميتة أصلا، اللي بتكلم عليها دي ده سامية اللي ربتني زي ماما بعد اللي حصل، وأنا بقول لها ماما. آسف إني فكرتك. ما تعتذرش، أنا أساسا ما نسيتش عشان أفتكر. ظل ينظر لها بحزن ولم يتحدث. كانت أماني تحضر الشطائر حينما جاء شخص من خلفها وصاح في أذنها: توت. انت بتطلع لي منين كل شوية؟
تركت الشطائر وظلت تضرب بقوة وهي تقول بغضب: انت مرة هتموتني من الخضة. خلاص سوري، ما كانش قصدي. سمج. ضربته ثانية وكادت تذهب ليقول: وحشتيني. تسمرت في مكانها وقالت متظاهرة باللامبالاة لتخفي خجلها: انت عايز مني ايه؟ عايزك تسمعيني. أنا عارف إن أول مقابلة بتحدد شخصية اللي قدامك بالنسبة لك، وعارف إن من حظي المنيل انطباعك عني كان زبالة، بس ليه ما نبدأش صفحة جديدة وتديني فرصة؟ هو انت مفيش وراك غيري؟ الكلية مليانة بنات، اشمعنى انا؟ جايز معجب بيكي، صحيح مش عارف على إيه، بس واضح إني معجب بيكي. ظلت تنظر له بصدمة وهي تشعر بشيء غريب يتحرك بداخلها، يقول أن هناك خطر. قلت لك العب غيرها. ثم أخذت الشطائر وذهبت بسرعة وقلبها يخفق بعنف. حازم ينظر في أثرها بإعجاب شديد. وحينما وصلت لقسم تدريب الكاراتيه وجدت تاليا تتدرب على حركة أخرى ويوسف جالسا، فقالت بمرح: انتوا بدأتوا تدريب من غيري؟ ثم تفاجأت بحازم يدخل للقسم وقال: أنا مشترك جديد. نظرت بصدمة ولم تتحدث أبدا.